بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحه وسعاده. نسمي بسم الله ونخش على الفيديو كده ونكمل الفيديو بتاعنا النهارده جميل. الاكله بتاعتنا هما اكلتين اتنين اقتصاديه وفي نفس الوقت يعني اكله تمشي البيت يعني. كملوا معانا الفيديو وصلوا على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، واكتبوا لنا تعليق حلو ودعوه حلوه من قلبكم، وكملوا معانا على الاقل ولو 3 دقايق او 5 دقايق من الفيديو، مش شرط تكمليه كله. زي ما في لحمه وفراخ، في برضو مسقعه وفي ملوخيه ناشفه، في بطاطس، في بتنجان، يعني يوم كده ويوم كده عشان الدنيا تمشي في الايام اللي احنا فيها دي. ربنا يسترها علينا وعلى اولادنا وعلى الناس كلها يا رب. يعني زي ما عملنا مثلا امبارح كنا عاملين محشي وفراخ، وطبعا بعد كده في الايام اللي جايه دي مش هيكون كل يوم فراخ ولا كل يوم. ممكن تعملي محشي، تطبخ اي طبيخ مفيش مشكله. عندك شويه شوربه زي ما انا ما عملت كده شويه الملوخيه. هعمل ملوخيه ناشفه دلوقتي، جبت ب5 جنيه ملوخيه ناشفه، وكان عندي شويه شوربه في الحله الصغيره اللي هناك ورا على البوتاجاز دي، غليتهم وجبت ب5 جنيه ملوخية ناشفة وفركتها على ايدي، نعمتها ونخلتها بالمنخل، وقلت اعمل لهم ايه مسقعة. الجو برد والجو شتا وسقعة، ويوم كده ويوم كده والدنيا تمشي، والحمد لله نحمد ربنا على كل اللي يجيبه فضل ونعمة. وان شاء الله هنمشيها وان شاء الله هتمشي، مش هتنيها على كده يعني بإذن الله، وربنا ما بينساش حد. بس يعني ايه، عايزين نشغل دماغنا شوية وعايزين نستحمل شوية ونعود ولادنا برضو ان هم يستحملوا معانا الايام اللي جاية ديت. اي نعم، اللي ما كانش متعود على العيشة الصعبة يتعود واحدة واحدة، عشان نقدر نوفر لهم كل حاجة. فانا بقى قلت ايه، عندي بطاطس وعندي بتنجان زي ما انتم شايفين كده، وعندي فلفل وشطة. الحمد لله يعني كنت مسوقه وعندي الحاجه دي، فقلت بقى جبت حبايه واحده بطاطس بس ما شاء الله كانت كبيره، عملتها صوابع زي ما انتم شايفين كده. بصي يعني انا بقى هم مش جاي لهم صبر على على المسقعه والملوخيه والاكل اللي انا بعمله. بعتوا جابوا اندومي. تمام، ولابد تعملي اندومي دلوقتي، مش هنستنى الاكل اللي انت بتعمليه ده. او بص، الاندومي غليت الميه وحطيته في الطبق وحط عليه التوابل بتاعته، وبسيبه بقى بقلبه وبسيبه لهم لما ايه ينشف من ميته خالص، عادي بقى مش مشكله. بصوا بقى، انا بسجل لكم الفيديو وانا قاعده فين. انا قاعده في البرندة دلوقتي حاليا بربي وبولع عشان نتدفى، عشان الجو ساقع وبرد. حاضر حاضر، ثواني افتح الباب. هنا بقى انا بعمل مسقعه على الطريقه اللي احنا اتعودنا وتربينا عليها، لا يعني مش بفتكس حاجه من عندي ولا بقلد حد. الطريقه دي اللي والدتي ربطنا عليها واتعلمنا منها، ولغايه دلوقتي عايزه اقول لكم هي اللي فكرتني بالمسقعه دي امبارح. لقيتها عاملاها هناك عندهم، وهي اللي عاملاها بايديها. عايزه اقول لكم كان زي السكر، قسما بالله كان زي العسل. الله اكبر الله اكبر الله اعظم، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. الاندومي ده تاني طبق، ده كله شطه، شايفينه احمر ازاي؟ عليه شطه كتير، كله شطه. عايزه اقول لكم لما اكلت منها امبارح عندهم واحنا بنعمل المحشي، كانوا عاملينها يعني في الغدا، والمحشي كان طبعا للعشاء. عايزه اقول لكم كانت سكر سكر. قلت لها لا، ده انا بكره ان شاء الله مش هعمل اي حاجه وهعمل مسقعه، هعملها زي ما انتي ما عاملاها كده.
وقررت فعلا ان انا اعمل النهارده، يعني ايه، خلاص بقى مش كان يوم فراخ من نفسنا، الحمد لله، فضل ونعمة رضا. هنقضيها بقى مسقعة، ملوخية ناشفة، بطاطس مقلية، بتنجان مقلي، حبة عدس، يعني بصوا الموجود، مكرونة محمرة، مكرونة بطماطم، يعني في أكلات كتير. وعلى فكرة عايزة أقول لكم الأكلة اللي أنا عملتها النهاردة دي، المسقعة والملوخية، قسما بالله قسما بالله وحياة الأذان اللي بيأذن ده، إن هي كانت عندي أحلى من اللحمة والفراخ والمحشي وأي أكلة تانية مكلفة أو كده. فيها فايدة وفيها غذاء وفيها كل حاجة، ولها طعم تاني، لها طعم جميل أوي أوي والله. وشلت القلب بتاع الفلفل والشطة، بس نخلص الأذان يخلص. وكده بعد ما قلينا بقى البطاطس الأول، أهم حاجة لما تيجي تكوني هتقلي بتنجان وفلفل وتقلي بطاطس، حتى لو مش هتعملي مسقعة وهتعملي أكل نواشف، وتخلي كل حاجة لوحدها في طبق ناشفة زي ما انتوا ما شفتوا كده. لازم البطاطس اكيد، يعني البطاطس واكيد كلكم عارفين، بس في بنوتات لسه صغيرين ما يعرفوش. ممكن تقلي الفلفل الاول والبتنجان الاول، عشان خاطر هي برضو لسه مش عارفة. فعايزة اقول لكم ان البطاطس هي اول حاجة بتتقلي، عشان خاطر البطاطس بتكون عايزة زيت نظيف، عشان تديكي لون حلو وتطلع معاكي لونها حلو، مش غامقة ولا سودة ولا الكلام ده خالص، لان البتنجان والفلفل بيغمق الزيت، بيغمقوا يعني. فانت لو قليت الفلفل والبتنجان الاول، بصوا الزيت ده هو اللي انا قاليه بيه، بس انا خدت حبة كده حوالي معلقتين اللي انا قاليه منه البطاطس والبتنجان والفلفل، خدت منه حبة عشان خاطر نعمل التسبيكة بتاعة المسقعة. طبعا مش هروح اجيب هو نفس يعني البتنجان والبطاطس والفلفل هيتحطوا هما فيهم زيت برضو، فانا راح اجيب زيت نضيف تاني. وانتوا عارفين الغلا بتاع الزيت بقى، انتوا اكيد عارفين ازازة الزيت بكام دلوقتي. فطبعا لازم كل ست بيت لازم أن توفر في بيتها وفي مطبخها على قد ما تقدر. هو الزيت مش وحش، احنا لسه قاليين بيه حالا البطاطس والبتنجان. خدت حوالي معلقتين، ومعايا راس توم كبيره كده على القرن شط اخضر يكون حامي، لو انت مش حابه الحامي مفيش مشكله. ورحت ادحيهم في الصينيه زي ما شفتوا كده، وخليتها اصفرت لون ذهبي كده. وحوالي يجي نص كيلو طماطم او اقل، او حسب الكميه اللي انت بتعمليها. فرمتهم في الخلاط وصفيتهم بالمصفى زي ما شفتوا كده، ورحت نازله عليهم. التقليه او التسبيكه بتاعه المسقعه ما بتحطش فيها بصل، بتوم بس فقط، توم بس، وقرن شطه اخضر كده او قرن فلفل حسب ما انت حابه. وحطيت التوابل بتاعتي بقى، كزبره وفلفل واسمر وكمون والملح. اما التسبيكه بتاعتي سبكت نص تسبيكه، مش تسبكيها قوي زي بتاعه المحشي والطبيخ، لا، نص تسبيكه كده، نص تسويه. وبعدين ببقى نازله بقى بالبطاطس الاول، وبعدين البتنجان، وبعدين الفلفل زي ما انتم شايفين كده. ونظبط الحدق بتاعها واظبطها واغطي عليها واقلبها، واسيبها بقى ايه تاخد وتدي مع نفسها كده حوالي 5 دقايق او 10 دقايق بالكتير يعني. صلى على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اذكروا الله كتير في الكومنتات، وصلوا على الحبيب المصطفى. اكتبوا لنا تعليق حلو ودعوه حلوه من قلبكم، كتروا في التعليقات. اللي لسه مكمل معايا لحد دلوقتي يا ريت تكتروا في التعليقات، واللي ما حطش لايك يحط لايك. كل يوم ان شاء الله تكون اكله موفره، ان شاء الله اعمل لكم اكله تكون يعني ايه مش مكلفه، وفي نفس الوقت تكون مغذيه ومفيده لينا ولاولادنا. دي الملوخيه اللي انا اشتريتها ب5 جنيه، تمام.
مسكتها هي ما كانتش كده، هي كانت جايه خشنه وفيها شوطي وبتاع، يعني الشوطي بتاعت الملوخيه يعني. شويه الشوربه دول كانوا فاضلين عندي بتوع الفراخ من امبارح. الفراخ اللي كنت عاملاها جنب المحشي احتفظت بيهم خساره. وقلت بقى ايه، كنت ناوي ان انا ايه هعمل الملوخيه بس لوحدها، فقلت لا هعمل ملوخيه واعمل مسقعه الاتنين، اللي ما ياكلش من ده ياكل من ده، ويبقى ايه غدا وعشاء. عايزه اقول لكم كانوا شويه ملوخيه بسم الله ما شاء الله، والله العظيم كانوا زي السكر. وقالت لها بقى بمعلقه دهن كده كده تعتبر المسقعه بتاعتنا خلصت، وغطيت عليها بالغطا زي ما انتم شايفين. وكنت في نفس الوقت وانا بعمل مسقعه كنت مولعه على الشوربه تغلي، ومسكت الملوخيه فرقتها على ايدي فركه جامده لحد ما بقت ناعمه، ورحت نخلاها بالمنخل عشان اي حاجه خشنه او اي شوطيه او اي حاجه مش كويسه فيها بشيلها بقى ايه المنخل او المصفى بيحوشها، يعني المصفى اللي هي ايه السلك دي، مش المصفى بتاع القوطه لا. هنا بقى كنت مفوضه، كنت عامله توم يعني مكتره التوم مره واحده اللي انا عملته. وهنا بقى ايه بعد ما عملنا الملوخيه فورنا شويه الملوخيه، المعلقه التوم اللي انا وفرتها كنت مزوده في التوم وعامله حساب الملوخيه. جبت معلقه دهن دي شفتها في الطبق، دي كانت دهن من اللي انا كنت مسيحاه معاكم قبل كده من فتره كبيره، محتفظه بيه في بطرمان كده في قلب التلاجة. كل ما تكون عامله اكله وفي اكله محتاجه الدهن، في اكلات كتير بتبقى محتاجه الدهن ده وبتبقى جميله قوي بالدهن، زي الملوخيه القلقاس الباميه الحاجات دي يعني المحشي. جبت معلقه الثوم اللي انا وفرتها او سبتها في الهون ومعلقه دهن، وزي ما انتم شفتوا كده ايه هنقدح التومه وبعدين ننزل بيها على الملوخيه. جبت الملوخيه هنا الناحيه دي عشان تكون قريبه ليا وكده. التومه بتاعتنا بصوا احمرت، يعني لما كنتش لحقتها كانت هتتحرق مني، لان انا ايدي في كذا حاجه، بأمر عيش على العين التانية الناحيه التانية، لان في الوقت ده كانوا خلاص بقى يعني ايه جعانين، فانا بقيت ايدي شغاله في كذا حاجه، الملوخيه المسقعه تأمير العيش. بس كده خلصت الملوخيه بتاعتنا. والمسقعه كمان خلاص خلصت، يعني يعتبر كده خلاص هطفي عليها وبأمر عيش الناحيه التانية على العين التانية. انا كده طفيت على المسقعه. وجبت بقى افرغ المسقعه اهيت، وبعدين ارجع افرغ الملوخيه. عايزه اقول لكم كل ده انا كنت مفكره ان الكاميرا مقفوله، فين بعد ما شلت اول مقصوصه وبص على التليفون كده بدير الحامل لقيت الكاميرا مفتوحه، وانا مفكره ان انا قفلت. عشان كده الفيديو طول عليكم النهارده، واسفه ان هو طول، بس حبيت يعني اصور لكم كل حاجه لحظه بلحظه. ودي المسقعه بتاعتنا، دي شكل المسقعه بتاعتنا. عايزه اقول لكم مسقعه حبه مسقعه بقى خطيره. ودي الملوخيه احلى من الخضره 1000 مره. عايزه اقول لكم ان في ملوخيه خضره موجوده دلوقتي ما بقتش تتقطع اصلا لا شتاء ولا صيف، بس بتاعه الشتاء غير بتاعه الصيف طبعا، فدي بتكون اجمل واحلى من الخضره، خصوصا في الايام البرد والساعه دي في الشتاء. بس كده، وده كان الفيديو بتاع النهارده. اشوفكم على خير في فيديو جديد، مع الف سلامه.